ومن أسباب الفتن التنفير من طريقة مشايخ الدعوة السلفية. يا إخواني، هناك بعض العلماء الله سبحانه وتعالى حباه وميزه وأعطاه خصلة، وهي التفرغ لتتبع أهل الباطل. إذا ظهرت مقالة لواحد من أهل الباطل تجد هذا الرجل يطلب هذه المقالة، يتوني بها ويقرأها واحدة واحدة، كلمة كلمة، ويرد عليها، ويتتبع كتبه، يتتبع أخباره. هل كل العلماء هكذا؟ هل كل العلماء يتفرغون؟ بعض العلماء تعطيه بعض المقالات لفلان ما يقرأ، قل أنا ما أقرأ، ما عندي وقت. طيب، ما عنده وقت أيضا في خير، وفقنا الله وإياه. بعض العلماء يتفرغ. هل عندما تأتي لهذا الشخص المتفرغ الذي يتابعه مقالة مقالة وكلمة كلمة ويعرف أقواله ويسمع أشرطته، هل في رجوعك إلى مثال هؤلاء المتفرغين المتخصصين هل في ذلك حرج؟ يقال حصرتم أنفسكم باثنين. ما في حرج إذا حصرت نفسك بالمتخصص. وهل في حرج عندما يقول الخطباء صححوا الألباني؟ لماذا حصر نفسه بالألباني؟ لأنه متخصص. وهل في حرج إذا حصرت نفسك بابن تيمية؟ تركت السبكي وتركت الحافظ وتركت كذا وأخذت تقرير المسائل العقدية من ابن تيمية، هل في هذا حرج؟ لأنه متخصص منهج السلف. هل في هذا حرج؟ إذا تركت الأزهر وتركت المجامع الفقهية وحصرت نفسك باللجنة الدائمة، هل في هذا حرج؟ متخصصين منهج أهل السنة. من متى يا إخواني يعاب الشخص إذا أخذ بالمتخصصين، أقوال المتخصصين؟ هؤلاء أهل السنة متخصصون متفرغون لمنهج أهل السنة، كيف تلومني أن نرجع إليهم؟ حتى هؤلاء هم أنفسهم في الفتن إذا وقعت عليهم فتن وظلموا لا يعرفون إلا بيت ربيع. عندنا هنا وقع ظلم في بعض الأشخاص، يحذر من بعض الناس ظلما وحزبه وحزب من معه، ولم يجد له نصيرا بعد الله سبحانه وتعالى إلا ربيعا. ذهب وقرع عليه الباب، فلان يتكلم عني، لأنه يعرف أنه ما سينصره ولا سيقوم معه إلا ربيع. وفعلا قام معه ونصره. ترجع أنت عندما تظلم ترجع إلى ربيع. فإذا رجعنا نحن إلى ربيع لأنه يسمع منا، بعد ذلك تقول ما معكم إلا اثنين من العلماء. فهذه من أسباب بارك الله فيكم الفتن. من أسباب الفتن التنفير من طريقة مشايخ الدعوة السلفية. ينفرون من طريقة المشايخ، شيخ الدعوة السلفية، بطريقة ماكرة، يتعقبون على مقالاتهم، دائما يتعقبون على مقالاتهم، يبثون الدعايات بأن حولهم بطانة فاسدة، تارة هم يقولونها وتارة أتباعهم يقولونها، وتارة يقولون نحن أعلم بوضع اليمن، نحن أعلم بوضع اليمن، وإلى غير ذلك من أنواع التنفيرات.